اتأخرت عليك يا معلش. تعالي تعالي ما تخافيش. تعالي انت مش عارفة تعملي. أستاذ طلال. ايوه. أنا كنت مزنوقة في 20 جنيه، إن شاء الله تخصمهم من ما هي. 10 جنيه كفايه. خليك انت لحد ما هدومك تنشف وبعدين حصليني على المحل. في الباب 5 تكات والقفل. ها؟ 10 جنيه يا ابن الكلب. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده جورنال حاتم بيه رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. اتفضل. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تجديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه يعني. اتكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكان. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مساح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك. كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقة زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. أنا بقى يا سيدي محضر ومعايا إعلان للباشا بتاعك. ها؟ تحب أنت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ انا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة اختي رفع عليا قضية حجر، بتقول ان انا سفيه ومجنون. حيث انها اخت سعادتك انا ما اقدرش اغلط. دولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. مش خايفة على نفسك وانت ماشية لوحدك كده؟ ازيك يا طه؟ أنا كويس، مالك؟ ماليش، مهدودة من الشغل، واقفة على كعوب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة واترمي زي الفسيخة. أنا بس كنت عايزة أطمن عليكي. طمني أنت عليك. عامل إيه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك وراه حاجة يا أبو سعيد. اسمع كلامي، واصبر لغاية ما تخلص الهبابة اللي انت فيها دي وخد الشهادة بتاعتك وسافر الخليج. ممكن أعمل كده بس بشرط. ايه هو؟ إنك تيجي معايا. يا عالم، حد عارف بكرة مخبي ايه؟ أبو سعيد، أنا حاسس إنك اتغيرت من ناحيتي أوي. أنا ما اتغيرتش يا طه، الدنيا بتتغير حواليا. أنا مش قادرة أتكلم كلمتين على بعض.